عملنا قبل كده ببواقي البسكوت بتاعه العيد احلى تورتيه. تعالى نعمل النهارده ببواقي السابليه. عندي بسكوت كده من السابليه فايض عندي من العيد، تعالى نعمل بيه احلى حلا سريع وسهل. عايزه اقول لكم ان طعمه وريحته بجد يجننوا، بجد شكله حلو قوي، ينفع قوي للمناسبات وهيشرفك جدا جدا قدام ضيوفك. يلا كده نقول بسم الله. وبجيب 300 جرام كده من البسكوت او السابليه. كان موجود عندي من العيد وفايض بدون حشو، وابتدي ان انا افرمه عندي في الكبه او كده باي آلة تقيله. ابتدي ان انا احطه كده في كيسه وابتدي ان انزل عليه كده باي حاجه علشان يتفرم معايا بالشكل ده. بعد كده بضيف عليه معلقه ونص من الزبده تكون سايله. ببتدي ان انا اعجنهم كده كويس جدا لحد ما يبقى كده تقريبا زي الرمله المبلوله. بعد كده بجيب قالب تشيز كيك اللي هو بيتفتح ده، ببتدي ان انا احطه كده في القالب وابتدي ان انا اعمل له كده جوانب زي ما انتم شايفين، او سور كده يكون عالي بالشكل اللي انتم شايفينه ده، واضغط عليه كويس جدا زي ما انتم شايفين. بدخله الفرن بدرجه حراره 180، مش اكتر من 7 دقايق او 10 دقايق بالكتير، ما تكتريش عن كده وسيبه يبرد تماما. بعد كده بجيب 3 الوان من الجيلي او اي 3 قطع من الجيلي على حسب ما انت عاوزه، وابتدي ان انا احط في كل واحده كده في بوله، وابتدي ان انا انزل عليها على كل باكو جيلي بكوبايه من الميه، واقلبهم كويس جدا لحد لما اتاكد ان كل كريستالات الجيلي دابت تماما. بسيبه يبرد تماما، اهم حاجه يبرد تماما. وبعد كده ببتدي ان انا احط فيه على كل كوبايه من او باكت من الجيلي، بحط معلقتين كبار من بودرة الكريم شانتيه واضربهم كويس جدا بالمضرب الكهربائي لحد لما يبقى القوام يبقى معايا تقيل شوية، ما يبقاش زي الكريم شانتيه اللي احنا بنجيبه كده او بنزوق بيه التورتات. وابتدي بعد ما طبقة البسكوت تكون بردت تمام بعد ما طلعتها من الفرن، بضيف عليها اول طبقة من الجيل اللي انا ضربتها وبدخلها التلاجة لمدة 5 دقايق. هتبص هتتماسك معاكي بسرعة. بعد كده بحط برضو على الطعم التاني بتاع المانجا معلقتين برضو من بودرة الكريم شانتيه، وكمان الفراولة بحط عليها برضو معلقتين من بودرة الكريم شانتيه، وابتدي ان انا احطهم فوق كل طبقة كده بعد ما تتماسك بالشكل ده. انا هنا كنت اتأخرت شوية فابتدت ان هي تتماسك شوية، مفيش اي مشكلة. ببتدي ان انا بعد ما طبقة الجيلي الاولانية تجمد او تمسك شوية، ببتدي ان انا اضيف عليها طبقة الجيلي التانية او اللون التاني من الجيلي زي ما انتم شايفين كده، واوزعها كويس جدا في الصينية. اهم حاجة يكون البسكوت برد تماما بعد ما طلعتيه من الفرن. واحط الطبقة التانية من الجيلي الفراولة، بس للاسف المقطع ده اتحذف. باحطه في التلاجة لحد لما يتماسك بالشكل ده، ما بياخدش معايا دقايق في التلاجة او تقريبا كده ربع ساعة او نص ساعة على حسب ما هيتماسك معاكي. هو هيتماسك معاكي بسرعة وبعد كده بيطلع معاكي بالجمال ده. شايفين ترتيب الالوان عاملة ازاي؟ انا عايزة اقول لكم ان ما ترموش اي حاجة من نواعم العيد اللي فاضت عندكم حتى لو بدون حشو. اعملوا بيها اي حلا بجد هيكون مختلف تماما عن اي بسكوت من بره. ممكن تعملي الحلا ده باي نوع بسكوت يكون موجود عندك. شايفين الطبقات من الجيلي عامله ازاي؟ بجد ولادك هيفرحوا بيها وطعمها مختلف تماما. جربوها تعجبكم جدا. يا رب النهارده تكون الوصفه عجبتكم. ما توحشوني الفيديو الجاي. استودعكم الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مع السلامه.